L'Algérie est la mère de tous les malheurs de notre région. L'Algérie est la mère de tous les malheurs de notre région. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقه غادي نتناولوا جوج النقاط وهما بجوج بهم كيتعلقوا بالوحده الترابيه وبالصحراء المغربيه. النقطه الاولى وبجوج بهم في اطار الامم المتحده، حيت كيف كتعرفوا دابا منعقده الدوره 78 ديال الامم المتحده، وفي هذه الدوره تناقشت القضيه ديال الصحراء المغربيه. فحنا غادي نتناولوا جوج النقاط. النقطه الاولى وهو انه اثناء هذه الدوره المغرب قدم واحد المذكره، الا بغينا نقولوا تحديث المطالب ديالو، قدم واحد المذكره ديالو فيها وجهات نظر ديالو اللي هي اساسيه ومعروفه، فيها واحد التحديث يعني الشكل ديالها الحالي. والعنوان ديال هذه المذكره اللي دفعها المغرب للامم المتحده، العنوان ديالها وهو انه حدد فيها واحد 3 ديال اللاءات حددها المغرب، وتقدمت هذه المذكره يوم الاثنين. فالنقطة الثانية غادي نتناولوا التدخل ديال السيد عمر هلال السفير ديال المملكة المغربية في الأمم المتحدة. هذا التدخل كان أمام الوفد الجزائري. هذا التدخل كيتعتبر بحال كافة التدخلات خصوصا ديال عمر هلال في الأمم المتحدة، يعتبر نموذج يعني يحتذى به في الترافع على الوحدة الترابية وعلى الصحراء المغربية، من حيث المضامين ومن حيث الطريقة ديال الكلام ومن حيث الطريقة ديال تسلسل الأفكار، ومن ناحية البلاغة، من ناحية الفصاحة، من ناحية كيفاش الخطاب المغربي يكون نموذجي ملي يكون الإنسان كيتناول القضية ديال الصحراء المغربية. نبداو النقطة الأولى. النقطة الأولى وهو أنه المغرب قدم مذكرة الخلاصة ديالها فيها 3 ديال اللاءات كيأكد عليهم المغرب في المبتدأ والمنتهى. هذه ما يمكنش يتنازل عليهم نهائيا المغرب. اللاءات باختصار وهو أنه المغرب كيأكد بأنه لا يوجد هذو 3 اللاءات المغرب مركز عليهم، يعني أنه يستحيل شي حل يكون خارج هذه الحلول. اولا بعد كيف كتعرفوا بانه المغرب اربح واحد العدد ديال الحواجز اللي دازها، انه ذاك الخطاب البائد ديال حق تقرار المصير ما بقى كيهضر مع حد، ما بقى كيهضر عليه حد، وما بقاش مطروح نهائيا في الامم المتحده، يعني ان المنتظم الدولي تجاوز هذه الافكار الراشيه. النقطه الثانيه كذلك الحاجز الثاني او القضيه الثانيه كان مطروح في واحد الوقت هو الاستفتاء كذلك ألغي. هذه المرحلة الثانية اللي قطعتها المملكة المغربية في الحل ديال المشكل ديال الوحدة الترابية. في المرحلة الثالثة كان المغرب كيف كتعرفوا كان استطاع أنه يفرض أسلوب الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهذا هو الحل اللي تبنته الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في 2017 كانت تبنات هذا الحل،
حيدات حق تقرير المصير لان هذاك عاد ديال سميتو، تجاوزت كذلك الاستفتاء استحاله التطبيق ديالو، ثم تبنات الطرح المغربي اللي هو الحكم الذاتي في اطار السياده المغربيه، وكذلك مجداته وكانت شكراته وقالت بانه هو الحل الواقعي وجدي وعملي وحل ممكن هو اللي مشات فيه الامم المتحده. الامور دابا فين عاكله؟ الامور دابا عاكله في ان الامم المتحده كتطلب طاوله المفاوضات بحضور الجزائر. دابا الامم المتحده كتعتبر الجزائر طرف، يعني طرف اساسي. الجزائر الكذوب تقريبا 50 عام وهي كتقول لك انا محايده، انا غير كندعم ما كندعم حق الشعوب ما حق الشعوب. لا، فهذا الحل المغربي الامم المتحده مشات معه ولصقت الجزائر طرف لانها هي بصح طرف. الجزائر دابا كتخوى، ما كتبغيش تريح في طاوله المفاوضات، ما كتبغيش تتحمل المسؤوليه كانها طرف اساسي، وملي كتهضر معها كتقول لك انا غير طرف محايد. من غير الهضره عاوتاني ملي كتقول لها انت طرف محايد شنو قاعد كدير؟ كتلقاها قدامك في الامم المتحده في المحافل الدوليه بالفلوس بالملايير، كتمول الانفصاليين كتمول المخربين. يعني تبنات الطرح وتبنات القضيه ديال جمهوريه البوليزاريو، رغم انها دخلت يعني البوليزاريو بسببها الجزائر دخلت في حيط من مور حيط من مور حيط من مور حيط. وربما يقدر يكون انه سبب النهايه ديال النظام العسكري الجزائري ما غادي يكون الا على يد البوليزاريو، وينتظر بانه في اخر المطاف في النهايه او الانفجار النظام السياسي الجزائري بزاف ديال المحللين كيقولوا اثناء انفجار النظام السياسي الجزائري كيقول لك هذوك العصابات اللي كيكون متبنيها اي نظام كيكون عسكري او لا نظام ديكتاتوري او لا نظام ديال الطغيان، هذوك العصابات اللي كيكون هو متبنيها وكيخدم بها في اخر المطاف كتولي هي كتخدم ضد الشعب ديالو، كتولي هي ضد الشعب ديالو. دابا في حاله انهيار النظام في الجزائر، النظام العسكري الجزائري بمن غادي يبقى يخدم؟ غادي يبقى يخدم ديك الميليشيات، يا اما اللي خدام بها هو او اللي عنده بها علاقه. تشوف ديك الميليشيات اش قاعده كدير عاوتاني في النظام العسكري في الشعب الجزائري، البوليزاريو وحزب الله وما نعرف شنو، ويعلم الله شنو كيخلقوا ديك التنظيمات الارهابيه الى غير ذلك. هاد العصابات وهاد الميليشيات هي اللي في اخر المطاف كيخدموا بها الدكتاتوريين والانظمه اللي في الاخر في النهايه ديالهم الانظمه التي تنفجر هي اللي كيخدموا بها ضد الشعوب ديالهم. اذا قلنا نرجعوا للموضوع ديالنا، قلنا بانه المغرب كلمه لا الاولى اللي حددها اولا بعد لا يوجد حل اخر للملف الا الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. هذه كيأكد عليها المغرب في الاول وفي الاخر، الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، يعني السياده المغربيه ومن بعدها حكم الذاتي. نقدروا نناقشوا هذا الاطار. هذا راه المغرب هو اللي كان طرحه وتبنته الامم المتحده. دابا الراي اللي متبنيه الامم المتحده هو الراي ديال المغرب، حيت كاينه بزاف اللي كيقول لك القضيه في الامم المتحده ما مضمونه، ما يمكن ما مضمونه. ما الامم المتحده قالت لك بانه خاص دوك الاطراف الاساسيه خصهم يجلسوا، لا والجزائر. كلمه لا الثانيه قال لك المغرب لن يدخل في اي مفاوضات مع اي جهه كانت الا بحضور الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع. يعني ما يمكنش انا نجلس مع شي طرف اخر من غير الجزائر. الجزائر خصها تكون حاضره، والجزائر طرف اساسي، والجزائر اصلا حاضره. دابا الجزائر حاضره بالتمويل وبالسلاح والى غير ذلك، والزعيم ديال بوليزاريو كيعطيو طيارات الرئيس، والسكنه ديالو ربما ما نعرف عاوتاني كيقدروا يعطيو شي حاجه ديال. المهم الجزائر كلها راه هنا اشاره البوليزاريو كامله، حتى مسائل رمزيه كتلقاو بانه الدوله كلها حاطينها في تبصير ومنزلها لذاك الزعيم ديال بوليزاريو قاعد كي. اذا هنا المغرب كيأكد باش تكون جديه خاص الحضور ديال الجزائر كطرف اساسي. يعني ذاك الملاغه وديك الفعايل ديال 50 سنه اللي دازت
وديال يقول لك انا غير كنقرر انا غير مع الشعوب في حق تقريرها، زعما عندنا القلب طيب والقلب مزيان. وجاوبهم عمر هلال ديك النهار. انا غادي ننزل لكم الفيديو، قال لهم الا كان قلبكم على هذه العصابه المجرمه، علاش ما تحطوش قلبكم على الشعب القبائل اللي التاريخ ديالو، المجد ديالو والتكوين ديالو كيرجع لسنين وقرون قبل تاسيس الجزائر. قال لهم الا كان بصح قلبكم ودافعكم غير القيم، اش من قيم، اللي دافع عنكم مشجع هذه العصابه، هذه المجرمين وسامحا في دوله. اذا كيف قلنا بانه المغرب عنده هذه اللاءات الثلاث. الاولى كيف قلنا وهو انه قال لهم الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. السياده كيكونوا عندها رموز، مثلا كيكون مثلا شي اقليم كيكون عنده يمشي راسو، ولكن مسائل السياده لا، ما يقدرش مثلا يدير جيش، ما يقدرش مثلا يدير وزير خارجيه، ما يقدرش يدير رايه، ما يقدرش يطبع عمله. كتحيد هذه الرموز ديال السياده، كتكون محتفظه بها الدوله المركزيه، ثم من بعد ذاك الاقليم ولا شي حاجه كيمكن له يمشي راسو، كيكونوا اتفاقيات وكيكونوا مسائل تنظيميه وقوانين الى غير ذلك. اذا المغرب قال لهم ما كاين حتى شي حل من غير الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. الحاجه الثانيه بانه المغرب في المفاوضات ما يمكن له يجلس الا بوجود الجزائر، لان الجزائر طرف. الحل لا الثالثه وهو انه قال لهم المغرب لن يستمر طويلا في الانتظار. ربما كان حس بانه هذه النقطه هذه ربما هي الخطوه الثانيه اللي دفع بها المغرب الى الامام. يعني الا لاحظتوا هنا المغرب من بعد ما في المسيره ديالو حيد القضيه ديال تقرير المصير، وحيد القضيه ديال الاستفتاء، وفرض الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. الان بدا كيفرض ان الجزائر تكون جالسه، هو اللي كيقترح الامم المتحده كتبنى. هذا الشيء كامل راه ماشي زعما الدول كيبقاو يتفاوروا عليك ولا راه كتضرب تماره بعدا كاينات باش كتإليميني داكشي ديال تقرير المصير. هادشي ماشي دابا، يعني المجهودات ديال الدوله عبر سنين، وعاوتاني كتضرب تماره باش كيحيدوا داك الاستفتاء لانه غير مستحيل. عفوا، عاوتاني كتضرب تماره باش كيعترفوا لك بانك انت عندك حل جدي هو الحكم الذاتي. عاوتاني كتضرب واحد تماره باش الامم المتحده كتلصق لك الاسم الجزائر طرف اصلي. الان عاوتاني في المجهودات ديال المغرب كيفرض انه الجزائر خصها تريح فوق الطابله. اذا قلنا يعني ان المغرب هو اللي كيدفعش بالامور، الا كتلاحظوا كيدفع بها شويه بشويه لقدام. الان قال لهم اودي بانه الامور ما غاديش نبقاو نستناو دائما، خصوصا في الامور ديال التنميه. بالضبط قال لهم المغرب لن ينتظر الى حين ايجاد حل لهذا الملف، الى حين الذي عمر لما يقارب النصف قرن، بل سيستمر في تنزيل رؤيته التنمويه في الجهات الصحراويه الثلاث. قال لهم يعني ما غاديش يبقى يتسنى يعني شي وقت ولا شي حاجه، ولكن راه ديك الرؤيه ديالو التنمويه راه غادي يستمر فيها، يعني غادي يزيد فيها. الرؤيه التنمويه هو ديك البلانات اللي كانوا داروهم ديال هاد ديال الجهات الصحراويه، هاد الجهات الصحراويه، لان كان واحد المخطط ديال التنميه راه فيه ميزانيات خياليه وقطع اشواط والى حد ما كانت حكامه وكاع دابا اللي كيهود لديك الجهات وداك الشيء كيلاحظ داك الشيء. اذا هنا المغرب قدم المذكره كيحصر فيها هاد ثلاثه الحوايج وكيأكد عليهم: الحكم الذاتي تحت السياده، ثانيا الجزائر طرف خاصها تكون فوق الطبله، ثالثا ما نبقاوش نتسناو دائما بحال هاد، بمعنى ان ثالثا ما نبقاوش نتسناو وغادي نكملوا الخدمه ديالنا في الصحراء المغربيه من ناحيه ديال التنميه، بمعنى انه كاين هذه المسيره القانونيه ها هي غاده، ولكن في واحد الناحيه كاينه القضيه ديال الامر الواقع غادا فيه. يعني الامر الواقع غادا فيه، ما نبقاوش حنايا مرهونين.
قلنا بأنه النقطة الثانية هي الكلمة اللي كان لقاها السيد عمر هلال في الأمم المتحدة في مواجهة الوفد الجزائري. حنا اللي كيهمنا ماشي بالنسبة للوفد الجزائري إلى غير ذلك، ولكن ما يهمنا وهو أنه الخطاب واحد نموذج في الأسلوب ديال الترافع على القضايا ديال البلد. يعني الأسلوب والطريقه كيبقى هذاك النموذج. دابا مثلا الناس اللي كيدافعوا مثلا على المملكه المغربيه او على الوحده الترابيه ديال المغرب، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي الى غير ذلك، الناس اللي كيدافعوا مثلا على المملكه المغربيه في مختلف المجالات في الترافع ديالهم اللي كيكونوا كيدافعوا. فالخطاب هذا اللي لقاه عمر هلال وبزاف ديال الخطابات ديالو هادو راهم اسلوب ممكن اننا حنايا انا غادي ننزل لكم بعض سميتو، ولكن هذا اسلوب لينا حتى حنايا نقلدوه. ملي كيكون عندك الحق ديالك باين والادله باينه وكيكون يعني الحجه ديالك قويه الى غير ذلك، فهذا نموذج ديال الخطابات اللي ما كيكونش الغوات، ما كيكونش السب، ما كيكونش القذف، كتكون القوه، كيكون الاقناع، كيكون الافهام، كيكون عينك خارجا فيه كيف ما غادي نشوفوا في الاخر ديال هاد الفيديو. كيكون فصاحه، كتكون بلاغه يعني، وكيكون واحد الخطاب متكامل. وحتى الشخص اللي كيتكلم على القضيه ديال البلد ديالو يعني خصو يتكلم هو مثلا ببروده الدم والثبات وفي برزانه، ويكون واثق من نفسه، والادله اللي خصو يعرضها والاسلوب اللي باقي الامم، لان الخطاب كيسمعوه الامم كامله. بالنسبه لباقي الامم الخطاب خصو يكون كذلك واضح وبسيط، والادله خصها تكون ادله قويه، والحجج خصها تكون قويه، وفي نفس الوقت ما يكونش اسفاف، ما كتكونش تفاصيل بزاف، ما كيكونش ملل، ما كيكونش تكرار، يعني واحد الاسلوب يعني راقي ممكن اننا حنا ناخذ منه. بالنسبه للمضمون غادي نخلي الاخوان والاخوات انهم هما يستشفوا مباشره من تما. انا نطيب على اللي خديت على هذاك الخطاب، لانه غادي نقول لكم المضمون ديالو، ولكن على الاقل ما قبله، لان الفيديو حاولت ركز غير على واحد 5 دقائق، يعني انتم يعني تشوفوا الاسلوب. عموما الخطاب ديال عمر هلال اللي كان موجه خصوصا للوفد الجزائري بالدرجه الاولى ثم الى باقي العالم كيفاش كيشوفوا عمر هلال اثناء هذا الخطاب دار واحد المجموعه ديال تفنيد المغالطات اللي كيديروها الجزائريين شحال هذه كانوا كيقول لك باننا اولا كيقول لك حنا داخلين هذا الشيء ضد المغاربه غير حبا وعشقا في تقرير المصير. عمر هلال كيقول لهم الا كان قلبكم على هذا الشيء ديال البوليزاريو علاش ما تربيوش الكبده على الشعب ديال القبائل مثلا؟ الا كانت الثروات ديالكم مثلا التبذير بالملايير على هذا البوليزاريو والارهاب وكذا، علاش المدن ديالكم ما فيهاش الماء، ما فيهاش الحليب، فيها الطوابر، فيها كذا الى غير ذلك؟ كيقول لهم عاوتاني شي مره كتقولوا لنا انتم محايدين وانتم ديما اللي عينيكم خارجين معنا هنايا والوفود حتى شي واحد ما كيتنفس على المسائل ديال المغرب وكيحترموا المطالب ديال المغرب الا انتم. وكيقولوا لهم انتم كتدافعوا على الملف ديال الصحراء وعلاش كتهربوا من طاوله المفاوضات؟ وقال لهم انتم ما عندكمش مبادئ. علاش ما عندكمش مبادئ؟ قال لهم بان الحدود ديالكم كامله مشتعله. المغرب البلد الوحيد اللي الحدود ديالو واقفه، الحدود ديالكم انتم كلها مشتعله، انتم مصدر عدم استقرار في المنطقه، لان السياسه ديالكم قائمه على اساس تخريب الاستقرار في المنطقه. يعني واحد المجموعه ديال المغالطات قال لهم انتم كتدعيوا بانكم كتاسسوا للمغاربه في الزلزال، وفي نفس الوقت قاعدين كتدعموا الانشطه ديال الناس اللي كيهاجمونا، الناس اللي باغيين يقسمونا. يعني قال لهم ديك دموع التماسيح اللي قاعدين دابا كتبكيهم ما عندنا ما نديروا بها، جمعوها وسيروا لديك الجهه، حنا بغينا افعال ما بغيناش تصرفات. هذا هو الخلاصه. اذا ما نطولش عليكم، غادي نقدم لكم الكلمه ديال السيد عمر هلال. تقريبا الاغلبيه الفقرات ديالها اللي هي مهمه، وكيف قلت لكم انا درت لها واحد الترجمه سريعه فوريه حسب الظروف شويه سميتو، فغادي نقدمها لكم كاملين ونستمعوا لها جميعا. J'aurais tant voulu, chers collègues, que les moments qui traversent le Maroc, le deuil de ces familles, les décès, les milliers de morts, les milliers de blessés, les destructions, vous aurez incité à garder le silence
à respecter le moment. Et comme vous le dites, à être solidaire. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin. Vous insultez les morts. Vous insultez les Marocains. Ça fait 50 ans que vous nous rabâchez ces choses-là. Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, Algérie? Qui êtes-vous, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? Qui vous a incité à prendre la parole si vous n'êtes pas partie prenante? Nous avons entendu cet après-midi plusieurs délégations qui ont usé de leur droit de réponse. Mais c'est des délégations qui ont des différends directs. L'Algérie, pourquoi a-t-elle pris la parole? Parce qu'elle est neutre? Parce qu'elle n'est pas partie prenante? Parce que juste elle défend un principe? Parce qu'elle défend le référendum? Mais vous commettez énormément de distorsions historiques. Vous faites un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe et en même temps il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous ne les ouvrez pas? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement si vous n'êtes pas partie prenante? Voyez, monsieur le cher collègue, en réagissant, vous faites pratiquement le contraire parce que toute la salle est en train de se demander pourquoi l'Algérie fait ça s'il n'est pas partie prenante. Pourquoi vous refusez de participer aux tables rondes? Qui est cité dans les résolutions du Conseil de sécurité? C'est vous, l'Algérie. Parce que vous êtes partie prenante, le Conseil de sécurité ne voulait pas l'entendre. C'est le problème du Sahara. Continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez aux tables rondes. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions. Vous les rejetez. Vous parlez des résolutions de l'Assemblée générale. Les dernières résolutions depuis des décennies ne parlent pas de référendum. Service de renseignement. Voilà l'Algérie. L'Algérie qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui veut saper l'unité du Maroc. C'est l'Algérie qui, depuis 50 ans, ne fait que armer, financer, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. Pour les Marocains qui ont versé leur sang pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe de bon voisinage, ni le principe du respect, ni le principe du règlement pacifique des différends. Destructeur, déstabilisateur de la région. Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Attention de dire le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait,
pour la farine. Voilà l'Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Lisez le rapport de l'envoyé de l'expert spécial sur j'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à 2 reprises, parce que vous avez tout simplement hypothéqué l'avenir du Can I Maghreb ask depuis 50 the ans. representative of Morocco, please, Je to termine. wind up your statement? Merci. Encore, mais je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. نتمنوا الاخوان والاخوات نكونوا استفدنا جميعا بهذا الفيديو. ما تنساوش تدعموا القناه بلايك بالاشتراك بالبارطاج، الجرس اللي ما بقاوش كيوصلوه الفيديوهات يلغيه ويولي يحاول يديروا من جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.